اه. ايه رأيكم بقى في الحلويات دي؟ حاجة كده سكر جدا بجد، طعمها تحفة جدا، والتتبيلة طعمها باينة فيها جدا، والحشو بتاعها الرز مفلفل خالص كده. بتمنى تجربوها، وما تنسوش ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا بسرعة كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كده الفراخ المحشية كده بطريقة حلوة جدا وبطريقة سهلة جدا. أتمنى تعجبكم. ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل بسرعة يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل له كل جديد بإذن الله من القناة. هنعمل كده الفراخ المحشية النهاردة بالفراخ البلدي الحلوة القمر دي. هنعملها النهاردة مع بعض كده بطريقة قمر جدا. اتمنى انها تعجبكم باذن الله، وما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تفتكروني كده بكومنت ظريف سواء الاكل عجبتكم او لا. عادي جدا ان احنا نتقبل النقد لبعضنا عادي. بس اتمنى يا رب ان انتوا تفتكروني كده بكومنت. آه اتمنى يا رب ان الوصفه تعجبكم باذن الله. مش هنكتر في الكلام، هنشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي احنا معانا الفرخه القمر دي كده، معانا كده الفرخه دي 2 كيلو كده. ومعانا البصل والجزر ده كده الجزر والبسلة. ومعانا هنا بصل وبسلة. ومعانا هنا كوباية كده من الرز المغسول. ومعايا هنا ملح وفلفل. ومعانا هنا للشوربة بتاعتنا اللي هتبقى طعمها بإذن الله زي السكر، قرن الفلفل القمر دوت وجزراية كده مقطعاها ترانشات والبسلة دي. بس أول حاجة كده هنعملها، هنبدأ نفتح كده الفرخة كده. طبعا دي فراخ بلدي. هنبدأ نفتحها بس كده للشكل مش اكتر. بس الاول نروح نعمل الخلطة بتاعتنا الاول، بتاعة الرز بتاعنا الاول. هنبدأ نعمل مع بعض كده الخلطة بتاعتنا الاول كده. هنحط بقى دلوقتي كده، هنروح مع بعض كده على البوتاجاز. هنبدأ نحط الرز بتاعنا كده كله. الاول هنحط البصل بتاعنا بالبسلة دي. وبعد ما حطينا كده البصل والجزر، البصل والبسلة قصدي، هنحط كده الرز بتاعنا اللي هنحشي فيه الفرخة بتاعتنا كده. طبعا احنا حاطين في الحلة المادة الدهنية اللي احنا عايزينها. وهنبدأ كده نحط الجزر والبسلة كده. وهنبدأ بقى نحط التوابل بتاعتنا، الملح والفلفل طبعا. وهنا انا ما بحبش احط الا ملح وفلفل بس، وحبة كمون. وبجد دي بتبقى احلى تتبيلة. اللي حابب ان هو يحط توم باودر وبصل باودر تمام، مفيش مشكلة، بس ده حسب الرغبة. بفضل اقلب فيهم كده واشوح فيهم كده. طبعا انا حاطه الماده الدهنيه بتاعتي في الاول. هبدا اقلب فيهم كده واشوح فيهم كده حلو كويس جدا. وطبعا انا هنا حاطه لسلق الفرخه بتاعتي الملح، الميه على البوتاجاز، وفيها ملح وشويه فلفل صغيرين. هنبدا نشوح كده الرز ونرجع تاني لحد ما نفلفل الرز معاكم باذن الله. يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر عشان تشوفوا شكل الفرخه بتاعتنا ازاي. وهنا كده يا حبايبي احنا خلاص كده وصلنا للتشويحه اللي احنا عايزينها بتاعه الرز بتاعنا. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، بجد حاجه كده تحفه جدا. وكده احنا وصلنا للفلفله اللي احنا عايزينها. هنبدا نركنها كده ونرجع تاني مع بعض كده للفراخ، نشوف هنكمل الوصفه ازاي. ودلوقتي كده بعد كده ما عملنا كده في الفرخه، شرحناها كده شرايح كده صغيره بس كال الشكل مش اكتر.
طبعا الفراخ بتاعتنا كبيرة كده. هنبدأ بقى نعمل ايه. معانا هنا كده حبة الملح على الفلفل دول كده، هنبدأ كده نخلطهم على بعضهم كده، ونبدأ نحشي. مش هنحشي بقى، هنتبل بس لحم الفرخة بتاعتنا كويس كده. عشان بس الفرخة بتاعتي تبقى متبهرة من كله. طبعا انا الفرخة غسلاها وزي الفل. انا بحب لما اجي اغسل الفراخ اشيل منها اي زيادات من الدهون اللي بتبقى في الجلد دي. بس بجد هتاخدي احلى فرخة بجد باذن الله. اتمنى تجربوا الوصفة، وما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. وهنسيب الفرخة كده، هنسيب الرز بتاعنا يهدى شوية بس عشان سخن، وبعدين نرجع تاني نعمل بيه الفراخ بتاعتنا. ودلوقتي هنا يا حبايبي كده هنبدأ بقى. انا حاطة هنا البصل، وحاطة فيها ملح وفلفل، شوية ملح وفلفل صغيرين. وهنحط كده الجزراية والبسلة، وهنروح نحشي الفراخ مع بعض ونرجع تاني نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. هنا كده خلاص بقى هنبدأ نحط الرز بتاعنا في قلب الفراخ كده. طبعا هي لسه سخنة، مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، بجد تحفة جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفة عجبتكم ولا لا. بجد والله لو عندك عزومة ولا اي حاجة وعايزة تعملي فراخ بلدي معاها، دي احلى طريقة بجد، بتبقى حلوة جدا. بحشي الجوانب كده، وبحشي الجوانب بتاعتها كده. طبعا احنا ما بنكبسهاش كده بالرز علشان خاطر تاخد السوى المظبوط بتاعها، عشان الرز طبعا زي ما احنا عارفين ان هو بينفش شوية كده. طبعا بقى الشوربة بتاعتي انا مطعماها من كل حاجة. هنبدأ بقى نقفل الفراخ بتاعتنا كده. طبعا دي فراخ بلدي بتاخد وقت شوية في السوى، بس بإذن الله هتبقى حاجة كده عظمة. طبعا احنا ما كترناش الرز قوي. اهم حاجة بقى هنا ان انا اقفل الفراخ بتاعتي صح علشان خاطر الرز ما يطلعش من الفراخ. وطبعا هنا بعد ما خلاص قفلنا الفرخة كده، قفلناها كده كويس، هنروح بقى كده بسرعة على البوتاجاز بتاعنا. طبعا احنا مجهزين الشوربة بتاعتنا فيها كل حاجة. هنبدأ ننزل كده بيها بالفرخة القمر دي. وهنسيبها بقى مع نفسها كده شوية. بصوا بقى هتبقى احلى فراخ باذن الله. اتمنى تجربوا الوصفة، وما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر عشان نشوف شكل الفرخة بتاعتنا ازاي. دلوقتي يا حبايبي كده بعد ما طلعنا خلاص كده الفراخ بتاعتنا واستوت خالص كده وبقت شكلها قمر كده، هنبدأ بقى نعمل التتبيلة الحلوة اللي هنحطها فيها. هنجيب كده الخلاط معانا ونحط هنا كده نص طماطمايه، نص فلفلايه كده، والبصل، وتوم باودر وبصل باودر وحبة زعتر وحبة بابريكا وحبة فلفل وحبة روزماري، وهنحطهم كده مع بعض. وهننزل كده عليهم بشوية خل، وهنضربهم في الخلاط ونرجع تاني نشوف شكل الوصفة بتاعتنا ازاي. وكده يا حبايبي ضربناهم كده ضرب جامد كده.
طبعا الخل مع الطماطم، التتبيلة دي بقى بتدي طعم تاني خالص للفراخ، بجد بتخلي الفراخ بتاعتي طعمها حلوة جدا. وهبدأ اغلفها كده من بره ومن جوه، وهنحطها كده تحت الشواية بتاعتنا كده، تاخد لون طعم كده وتبقى جاهزة على طول للأكل بتاعنا. اتمنى الوصفة تعجبكم، ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. خليكي معانا عشان نشوف شكل الفراخ في الاخر عاملة ازاي. ودلوقتي يا حبايبي ده كده شكل طبقنا في الاخر. بتمنى تكون وصفتنا عجبتكم، يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله. بصوا معايا كده الرز مفلفل خالص كده يا حبايبي، نكون وصلنا لاخر الوصفه بتاعتنا. حاجه كده بجد عظمه جدا، الرز مفلفل خالص معانا اهو، طعمه تحفه جدا. بتمنى تجربوا الوصفه، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات كده اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. وبصوا الفراخ كده معانا دايبه خالص كده، بصوا كده حاجة كده عظمة بجد. الفراخ دايبة خالص والرز بتاعها باين جواها، الرز ما وقعش ولا اي حاجة. حاجة كده عظمة بجد. بتمنى تجربيها وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفة عجبتكم ولا لا. لو عندك عزومة ولا اي حاجة شكلها تحفة جدا على السفرة بتاعتك، بتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفة عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.